حصل معاه اقذر موقف ممكن يحصل لاي حد في حياته. انا امبارح اتعاملت معامله اللي كسر فيزا في عين شمس. انا امبارح مرايتي اتكسرت، فركنت العربيه في حته كده ومخنوق بقى، عارف انت اللي هو ايه، مخنوق خنقه اللي خلص مثلا مرتبه يوم 2 في الشهر، حاجه زي كده يعني. المهم قاعد بلزق في المرايه، جبت ماده كده وبلزق في المرايه، قاعد في حته ضيقه اصلا ومخنوق، يعني تقاس بالمليمتر مش بالسنتي، عارف انت، شبر وقبضه كده زي بتوع الحبسه. جالي عيل كده قال لي يا عم انت بتعمل ايه؟ بيحسبني حرامي. قلت له يلا ادغر في دايه من هنا يا. ويا ريتني ما عملت كده، يعني يا ريتني كنت عاملتك معامله الاب الحنون، يا ريتني كنت خدتك ربيتك ودخلتك مدارس انترناشونال وملست على شعرك كده المهم مفيش 3 دقايق ولقيت عفره داخله عليا، عفره داخله عليا، هجره اهل عين شمس من الشمال للجنوب. قاعد جنب العربيه سامع صوت حك الشباشب في الارض. انت فاهم؟ ببص لقيت في واحد ماسك شومه وواحد ماسك حبل وواحد ماسك جنزير، فببص ورايا ما لقيتش حد غيري، مفيش غيري اصلا. المهم جه الراجل بيقول لي انت بتعمل ايه هنا؟ فانا مفيش بقى، انا نسيت، انا السوفت وير بتاع دماغي وقع، انا نسيت كل جميع اللغات اللي موجوده في الدنيا. فبدات اتهته له، بقول له هذه بس. قال لي بقول لك انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له هذه سيارتك خد جرب. في اللحظه دي عملت داونلود للغه السعودي. قال لي انت بتقول ايه؟ قلت له بقول لك يا عم دي عربيتي، خد هات انا انت تيك قافل العربيه فاتحها، يعني كسف فشخ. فالمهم لف للواد الصغير وقام رافع ايده وواكله قلم. الواد لبس في كبوت العربيه، نام على كبوت العربيه، يعني كبوت العربيه اتطبق ونزل فيه شتام. بعد كده قال له بعد كده ده شكله واحد حرامي وما اعرفش ايه. ده مش المهم يعني. المهم ان في واحد جنبهم تاني كده، ده كان بياكل بقه، ده اللي كان ماسك الحبل، قاعد بياكل بقه مستني ساعه الصفر عشان يربطني بالجزم. المهم جه من ورا كده وقام ديب واكل الواد بالقلم تاني بقى. قال له يا دي يا ابن ميتين الكلب، في حرامي بنضاره. انا مش يعني انا ازعل على الواد ولا انا اتبسط، ولا انا مش عارف اعمل ايه يعني. بس وانا الحمد لله روحت غيرت بنطلوني. ان شاء الله هنسى يعني. شوف سيرة بس تبقى في عزبة النخل يعالجني من اللي انا فيه ده.